هاي، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم حيكون عن تنسيق ملابس الأسبوع من مشتريات شي ان. اغلبها يعني حيكون من شي ان، فلهيك اذا انتم ما شفتوا فيديو المشتريات رح احط لكم اياه فوق لحتى تشوفوه اذا حابين تشوفوهم. وبس ما رح اطول عليكم بالمقدمة، لهيك يلا نبلش بالفيديو. هذا هو اوتفيت اليوم الاول. هو هاي البلوزة اللي انا صورت لكم اياها، نسقتها مع بنطلون ابيض، وراح اخذ معها شنطة حمراء علشان الكتابة باللون الاحمر. ف that's it. راح اخذ معي جاكيت لو كان الجو بارد او هيك، فراح اخذ هذا السويتر لانه حكيت لكم انه البلوزة مش كتير ثقيلة. هذا هو اوتفيت اليوم الاول. هاي، طبعا اليوم الثاني من التنسيقات او من اسبوع التنسيقات يلي راح اعمل فيه تنسيقات هذا الاسبوع. بالنسبه لليوم، فاليوم الجو بارد وفي شتاء برا، فعشان هيك بتكون اللبسه شوي ثقيله، فعشان هيك انسب حاجه لقيتها انه البسها لليوم هو هذا الكوت الاصفر، مع طبقت له هاي البلوزه. هاي البلوزه من ديفاكتو، يعني عندي صار لها يمكن سنتين، فما بعرف اذا لسه موجوده، فراح اطبق لها هاي البلوزه. بحس البنفسجي والاصفر بيطلعوا مع بعض حلوين. بس اللي كنت حكي لكم انه في بالي البسها على هذا الكوت وهذا الدريس البنفسجي، بس طبعا مع هيك اجواء مع المطر ومش عارفه شو، فابدا مش مناسب. وغير هيك بالنسبه للدوام فانا بحب يكون لبسي كاجوال اكتر، فعشان هيك رح البس البلوزه هاي. بالنسبه للبنطلون فرح اطبق معاها بنطلون بيج او اوف وايت. وبالنسبه للشوز فاكيد رح البس الاكس، لانه اكتر اشي دافي واكتر اشي يعني مناسب لهيك ايام برد، فرح البسهم هدول مع بعض، وان شاء الله يزبطوا من اول مره، لانه ما معي وقت اضل اجرب، لانه رح اتاخر على دوامي، فبس رح نجربهم هلا ويا رب يزبطوا من اول مره. اوكي، غيرت البلوزه اللي تحت، لبست بلوزه بادي يعني الصوف ضيق، هذيك كانت واسعه فحسيت انه الكوت واسع والبلوزه واسعه ما كانوا لابقين. بالنسبه للاكسسوارات فانا على الدوام ما بحط اي اكسسوارات، لانه اذا انتم بتشتغلوا في المجال الطبي فكتير صعب انكم تلبسوا خواتم واشياء زي هيك، فالشيء الوحيد اللي بحب البسه هو هذا السنسال ناعم وبيعمل حركه للاوتفيت. فبس هيك بكون جهزت، وهلا صار لازم اطلع، فراح احاول اصور لكم الاوتفيت بشكل اوضح. اوكي، ولبست الاجز، هاي شكله بالرجل، طبعا هو شوي يعني بتحسوه ضخم، بس هم هيك موديلات الاجز. بالنسبه لإلي حاسه كتير مريح ودافي، وكمان مرتب وشيك باللبس. اوكي، وهذا هو الاوتفيت تبع تاني يوم، بسيط يعني، بس الحركه بالالوان، سكيب على المرمطه اللي ورا. هاي، اليوم 3 عندي في تصوير لشنطة بير جديدة، هاي الشنطة الفضية. فما في عندي كتير خيارات، اللي كان في قدامي خيارين رح اورجيكم اياهم. الاول اني البس هاي البلوزة البينك على بنطلون بينك مشان فيها زي الستريس الذهبي، والخيار الثاني هو جاكيت الجلد. بس بعد التفكير حسيت انه جاكيت الجلد رح تبرز اللون الفضي اكتر من البينك، فعشان هيك يعني خلاص رح اختار اللون الاسود هذا. وكمان في بالي انه السبب اني اخترتها لانه حابة البس لما اصورها الجلوفز اللي جبته من شي ان الجلد برضو. رح اختار بنطلون رجل واسعة مشان الجاكيت قصيرة، مع توب سودا، وفوقها حيكون توب سودا مع بنطلون رجل واسعة. اوكي، وهيك صار الاوتفيت جاهز. هو سمبل وبسيط، اسود مع قميص ابيض عشان الشنطة اللي من بيرلي، وبس. اوكي، لبسة اليوم هي عبارة عن لبسة الناس اللي متأخرة عن الدوام. هاي اللبسة باختصار عبارة عن هودي مع جينز وبس. هاي يعني اللبسات السريعة اللي أنا بلبسها لما أكون متأخرة، لأنه كان الصبح علي كتير أشغال وبعدين جيم، فما لحقت إني أقعد أفكر كتير باللبس، فعشان ما أتأخر
انسب حل هو انه على طول بس البس هودي. هاي الهودي كمان من شي ان، بس الديزاين تبعها بالظهر، راح احط لكم صورة اوضح. اوكي هاي الشنط من الشنط المفضلة عندي من بيرلي، لانه يعني قد ايه عندي شنط من بيرلي بس بتضل هي من مفضلاتي، لانه كتير 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 وزنها خفيف، كأني مش حاملة شنطة اصلا. وغير هيك لونها بلبق على كتير ستايلات او على كل ستايلات تقريبا. لونها بيج اوف وايت، ف بنسقها مع كتير ملابس، لهيك راح انسقها مع بلوزة اليوم. اوكي مش مبين تقريبا غير الجوال. اوكي وهذا هو اوتفيت اليوم، كتير سمبل كتير سريع، بناسب الدوامات لما تكونوا مستعجلين. هودي على جينز مع جاكيت كوت وخلص، بس هيك وبس. اخيرا اليوم ويك اند، لهيك لبس اليوم حيكون مش كاجوال زي باقي الايام، فرح البس اليوم اخيرا اجى وقت اني البس الجاكيت الجلد البيج. فمش عارفه لسه في تنسيقات لحد هلا، محتاره. حكيت لكم انه تحكوا لي عن تنسيقات بالفيديو اللي قبل، وحكيت لي انه البسها على تنوره. هو خيار حيطلع كتير حلو واقتنعت فيه، بس المشكله انه انا ما عندي هلا تنوره، يعني ممكن اجيب تنوره وبعدين ابقى البس على تنوره الجاكيت. بس اليوم قررت البس لها اللي هو بنطلون واسع. هذا البنطلون البيج رجله زي هيك واسعه، وراح انسق مع البنطلون هاي الهاي نيك تحتيها، بلوزة هاي نيك مع الجاكيت الجلد. غلبتني كتير لحتى كويتها، فيمكن لسه شوي مطعجة. والمهم شو كمان حلبس عليهم شنطة، راح البس هاي الشنطة. اخيرا اجى وقت اني البسها برضو من شي ان. بالنسبة للشوز في تدخيلة اسود باللبس بزرار الجاكيت بالشنطة، فعشان هيك راح اضيف الشوز الاسود مع البيج، يعني كل الاوتفيت بيج في بيج مع تدخيلة اسود وبس. بالنسبة للشالة ما بعرف، بس البس راح تشوفوا. فهذا هو اللبس مبدئيا، حنسقه ونشوف شو بيطلع معنا. اوكي طبعا مستحيل يكون اسمي مي وما اغير الاوتفيت. حسيت انه كتير اللون بعيد اللي اخترته للبلوزة الاولى، فلهيك اخترت اللون الاسود مع الابيض مشان يجي مع القميص، ولانه كمان زرار الجاكيت سودا فاللون الاسود يعني مش بعيد. وهاي الشنطة، وبهيك صار الاوتفيت كامل. بس لازم اروح هلا بصور لكم تفاصيل اللبسة كمان شوي.